حتى لو كان آخر يوم في عمري مش هسمح لك تهد حياة ولادي بأنانيتك وجنونك. رغم إن الإنسان مفيش أكتر منه أذى، لكن مهما كبر أذى الإنسان وفساده في الأرض، محدش يقدر يأذي حد إلا بإذن ربنا اللي عمره ما يرضى بالظلم أبداً. مساء الخير، إزيكوا يا أحلى أمارات وأجمل متابعين قناة سيلة. أنا جاية لكم النهاردة بحكاية من العيار التقيل. وقبل أي كلام ما تنسوش تصلوا بينا على النبي في الكومنتات وتدوسوا لايك للفيديو علشان اللايك يفرق معايا جدا جدا جدا. ويلا بينا نسمع مع بعض الحكاية. أنا مها، عندي 45 سنة، زوجة سابقة وأم لشابين ما شاء الله يفرحوا. حميد وده أول فرحتي، وهو دلوقتي طالب في إعدادي هندسة، وحليم آخر العنقود في تانية ثانوي عام، والاتنين سندي في الدنيا بعد ربنا. أنا النهاردة قررت أكتب قصتي بعد ما قدرت أثبت براءتي قدام ولادي والدنيا بحالها، براءتي من تهمة كانت كفيلة تهدني وتهد شقاية في ولادي نور عينيا. قدرت أرفع راسهم قدام مجتمع ظالم للست في كل حاجة، خصوصاً الست اللي بتحاول تطلب أبسط حقها في الحياة، وهي إنها تعيش بكرامة. الحكاية بدأت من سنين لما قابلت مراد، ومراد يبقى طليقي وللأسف أبو ولادي. كنا زمايل في نفس الكلية، ومع التعامل اليومي وبحكم قربنا من بعض بدأ يظهر بينا اهتمام متبادل، والاهتمام اتحول لحب. الدفعة كلها كانت بتحسدنا على قربنا من بعض وعلى التفاهم اللي كان واضح في تصرفاتنا. مراد كان حنين، أو هو اللي كان شاطر إنه يفهمني كده. كان دايماً بيدور إزاي يفرحني، لدرجة إني كنت شايفة فيه راجل أحلامي، خصوصاً مع طموحه اللي ما كانش ليه حدود، وكان ظاهر ده في كلامه وأحلامه اللي كان بيتكلم عنها، وإنه هيقدر يحققها كلها بعد التخرج. وأول حلم منهم هو جوازنا وإننا نبقى مع بعض في بيت واحد. مراد كان وحيد أبوه وأمه، وكان أي حاجة يطلبها كانت بتتنفذ من غير كلام، وده اللي خلاه يبقى سهل عليه يقنع أبوه وأمه إنه يجي يتقدم لي، وإحنا لسه ما خلصناش دراستنا. كل حاجة بينا أنا ومراد كانت حلوة جدا لحد لما قرر يجيب باباه ومامته ويتقدم لي. أهلي ما اعترضوش على الخطوبة، بالعكس رحبوا جدا، خصوصا إني كنت حكيت لماما عن مراد من أول ما حسينا بمشاعر بينا. وتمت الخطوبة وإحنا في آخر سنة في الكلية. ساعتها بدأت ألاحظ غيرته، لكن ما كانتش غيرة عادية، كانت غيرة مبالغ فيها. وصلت في مرة إنه يدخل في مشادة مع زميل أصغر مننا بسنة، كل ذنبه إنه كان واقف بيسألني عن حاجة في الكلية. ورغم كل اللي لاحظته كنت بقنع نفسي إن ده حب، وإن اللي بيحب لازم يغير، لكن الغيرة زادت وخنقتني. أنا خلاص زهقت بجد يا مراد، اللي أنت بتعمله ده كتير. أعمل إيه يعني يا حبيبتي؟ أنا ما بطيقش عليك الهوا. خد بالك، أنت بطريقتك دي أنت هتخسرني. يعني أنت قصدك إنك بتفكري تسيبيني؟ منكرش إني كنت خلاص تعبت من تصرفات مراد وقتها، وفعلا فكرت أفسخ الخطوبة، لكن مراد ما ادانيش الفرصة، وراح من ورايا وطلب من بابا نتمم الجواز، وقال له مدام الشقة جاهزة خلاص، فإيه اللي يعطلنا ويخلينا نصبر؟ قدر بطريقته اللي عارفاها كويس وحافظاها إنه يقنع بابا بإن جوازنا هيكون دافع لينا نركز في السنة الأخيرة. حاولت أعترض، لكن ماما أقنعتني إن ده أحسن حل، وإن الجواز هيخلي غيرته تهدى، لإني ببساطة هبقى مراته وقدام عيله طول الوقت، فإيه اللي هيخليه غير ومن إيه؟ واتجوزنا. مراد أخيراً حب عمري بقت مراتي وبين إيديا. أنا أسعد واحد في الدنيا. كنت واقفة قدامه متوترة ومش عارفة أرد على أي كلمة هو بيقولها، وهو لاحظ ده عليا، ولقيته بيحضني جامد وبيقولي أوعدك طول ما انتي مراتي وفي حضني هخليكي أسعد زوجة في الدنيا. ما انكرش إن في أول جوازنا دفع عن اللي حصل، ومراد قدر يحسسني تاني بالأمان اللي كان اختفى، وجي مكانه خوف من مجهول بسبب اللي كان بيعمله. غيرته قلت أو يمكن اختفت، وده حصل لأني بقيت رايحة وجاية معاه، وما بقاش في مجال أتكلم مع حد غيره. وخلصنا آخر سنة، وبعد التخرج
مراد استلم وظيفة كويسة قوي في شركة ملاحة كبيرة، لكن للأسف أنا ما قدرتش أنزل شغل لأني عرفت إني حامل. حمل كان سبق حميد ب2 سنين، لكن ربنا ما أرادش له يكمل. ولما الحمل نزل حالتي النفسية ساءت جدا، ودخلت في اكتئاب حقيقي. حاولت أخرج نفسي من الحالة دي، وكان الحل الوحيد علشان أفوق وأرجع تاني طبيعي إني ألهي نفسي في حاجة. وطلبت من مراد أنزل شغل. في الأول رفض، لكن مع إلحاحي وسوء حالتي وافق، وقدم لي في شركته تدريب مؤقت أشغل وقتي وأخرج من الحالة اللي امتلكتني. من أول يوم لاحظت إنه بيحاول يحصر شغلي معاه هو وبس. أي حد كان يفكر يتعامل معايا حتى سلام عابر ما كانش بيتكرر تاني، وكأن وجودي في المكان لازم يمر من خلاله هو وحده. ومع إن الوضع كان خانقني قوي، بس أنا كنت راضية وساكتة، وكنت بقول أهو أحسن من قعدتي في البيت. والوضع كان ماشي بمنتهى الهدوء، لحد ما جه يوم مراد اضطر يخرج شغل بره الشركة. اليوم ده كان استثناء، وأنا اتعاملت معاه كأنه اختبار. حاولت أخد بالي وأتعامل كأنه مراد موجود بالظبط. فضلت قاعدة في مكتبي طول اليوم، ما بحاولش أتعامل مع أي حد، حتى الأوفيس بوي. ما فكرتش أطلب منه فنجان قهوة، خوفاً من رد فعل مراد لو عرف بحاجة زي دي. بس اليوم ده ما كانش عايز يمر مرور الكرام، لأني وأنا قاعدة دخل زميل لينا ومعاه ورق مهم، وطلب مني أراجعه بسرعة. جملة قالها ما كملتش 2 ثانية، وعلى حظي كان مراد داخل من باب المكتب في نفس اللحظة اللي زميلنا كان خارج فيها. شفت في عيون مراد نظرة تخوف، ولو ما كنتش عارفة مراد وقد إيه هو شخص بيعتز بمنظره وهبته قدام الناس، أنا كنت قلت إن النظرة دي هيكون وراها مد إيد وإهانة ليا. ومن غير ما يحاول يفهم اللي حصل، لقيته بيأمرني أحصله على العربية. ركبت العربية وعقلي عمال ياخد ويدي. ده مجرد زميل عمل، زميل ما كنتش حتى فاكرة اسمه، زيه زي غيره كتير في المكان. وصلنا البيت، وأول ما دخل وقفل الباب وراه بدأ يتكلم بعصبية وجنون. مراد، تقدري تقوليلي إيه المنظر اللي أنا شفته ده؟ منظر إيه؟ ده كان داخل يديني ورق مهم محتاج يتراجع، موقف معداش ثواني. وأنا محذرك من التعامل مع أي راجل غريب حتى لو للحظة مش ثانية. أنا بجد ما بقتش طايقة اللي أنت بتعمله ده وخلاص زهقت. وأنا مش هطلقك يا هانم، أنتي بتاعتي. فاهمة يعني إيه بتاعتي؟ قال الكلام ده وهو ماسكني من دراعي جامد لدرجة إنه وجعني قوي، وبعد ما خلص كلامه سابني وخرج ورزع الباب وراه. ساعتها حسيت إن قلبي بيتخلع من مكانه. هو إزاي أصلاً يفكر بالطريقة دي؟ هو ده مراد اللي حبيته وكنت شايفاه أحسن راجل في الدنيا؟ وإيه اللي حصل لكل ده أصلاً؟ ده موقف بسيط جداً، لكن للأسف المشهد اللي مراد شايفه ده كان كفاية إنه يخلق في خياله قصة كاملة، قصة بناها جوه عقله وصدقها، وكانت السبب إني أسيب الشغل بأمر مباشر منه. حاولت كتير أفهمه إن اللي حصل سوء فهم، وإنه يقدر يراجع كاميرات المكتب لو حابب، لكنه رفض، وقال إن صورته ما تسمحلوش يعمل كده، وإن أحسن حل إني منزلش الشغل تاني. ورجعت تاني للوحدة وللحزن اللي كنت بحاول أهرب منه. حاولت أشتكي لأهلي والأهله، لكن الرد كان واحد: الراجل لازم يغير على مراته، والغيرة دي دليل حب. فحبست اليأس والخذلان من كل اللي حواليا، وأولهم أهلي اللي ما قدروش يفهموا معاناتي مع البني آدم ده، لحد لما ربنا كرمني بحميد. كنت أسعد واحدة في الدنيا، وقلت أخيراً جلي يونسني في حياتي ويساعدني أصبر عليها وأقبلها. ومن بعده جه حليم، وزادت فرحتي أكتر. كنت فاكرة إن بعد ما بقيت أم الطفلين الوضع هيتغير، وإن هيبقى ليا مساحة أوسع أتعامل بيها مع الناس برا القوقعة اللي مراد بناهالي. لكن ده كان وهم، غيرته المبالغ فيها، أو زي ما بقيت شايفاها جنون وشك مرضي وحب تملك، خلتني ممنوعة من أي خروج لوحدي، لا سوبر ماركت ولا دكتور للولاد لو تعبوا، ولا حتى مشوار صغير. لو ماما مش هتنزل معايا يبقى استنى مراد يرجع من شغله ويكون هو معايا. الحياة دي كانت بالنسبة ليا سجن بيخنقني كل يوم،
بس اللي كان مصبرني عليها ولادي اللي بقوا كل حاجة حلوة في حياتي، ودنيتي اللي بتمسك فيا. والسنين عدت في سلام شكله هادي، هدوء وهمي، أنا اللي دفعت تمنه بسكوتي وصبري عليه، لحد ما حصلت الكارثة. واللي بيها غيرت حياتي كلها. لما حميد أخد الشهادة الإعدادية بتفوق، مراد قرر يكافئه وجاب له تليفون جديد. اليوم ده حميد كان بيلعب على التليفون ونزل تطبيق مشهور للفيديوهات. في لحظة فرح نادرة الوجود جوه بيتنا، جه وطلب مني أشاركه فيديو، مجرد لعب ومحاولة إننا نضحك ونتسلى ونكسر شوية من الحزن والكبت اللي كنا عايشين فيه طول الوقت. ضحكنا وعملنا فيديو، وبعدين التاني، وبعدين التالت، وحميد ما كانش يعرف إن الفيديوهات دي بتنتشر للعامة. خلصنا لعب وكنا مبسوطين أنا وهو وأخوه. فرحة بسيطة نادرة ما بتحصلش، لكن طبعاً زي ما كلنا عارفين إن تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن، وكانت العاصفة اللي قلبت السفينة بكل اللي عليها. دخلت مراد من باب البيت وهو متعصب والشياطين كلها خارجة من عينيه، وفجأة ومن غير ما ينطق كلمة مسك التليفون من إيد حميد ورماه في الأرض وكسره. ولأول مرة في حياته يمد إيده على واحد من الولاد. وقفنا متجمدين مش فاهمين إيه اللي بيحصل، ولا إيه سبب الغضب ولا الهمجية اللي اتعامل بيها مع الولد. وقبل ما انطق بكلمة أسأله بيها عن سبب اللي حصل ده، ومن غير شرح منه أو أي تبرير، رمى علي يمين الطلاق وخد بعضه وساب البيت ومشي. الكلمة نزلت علي زي صاعقة، بس الغريب إني وقتها حسيت بمشاعر متلخبطة، إحساس ارتياح وفي نفس الوقت خوف مرعب. كنت مرعوبة من اللي ممكن مراد يعمله بعد ما طلقني. كنت خايفة ياخد الولاد مني ويحرمني منهم، خصوصاً لما بعتلي ورقة الطلاق رسمي. ساعتها فهمت إن الخوف الحقيقي لسه قدام. قلت لنفسي لازم ما تكسرش، مش علشاني، علشان ولادي اللي كانوا دايماً شايفيني عمود البيت اللي بيتسندوا عليه. مراد قطع أي مصاريف عن الأولاد بسبب إنهم رفضوا يروحوا يعيشوا معاه ويسيبوني. وفجأة بقيت لوحدي في مواجهة الحياة. اضطريت أدور على شغل، وصديقة ليا محامية ساعدتني أرفع قضية نفقة للأولاد، وكسبتها واتحكم لي بمبلغ كويس أقدر أصرف بيه على الأولاد. ومن رحمة ربنا اللي ملهاش حدود قدرت ألاقي شغل مناسب لظروفي ووقتي علشان ما أقصرش معاهم. حياتنا بدأت تمشي وأحسن كمان من وجود مراد فيها. عشنا فترة في هدوء شديد، لكن المرة دي الهدوء كان حقيقي مليان ارتياح. والأولاد الحمد لله مستواهم الدراسي ما تأثرش بأي حاجة حصلت، بالعكس كانوا دايما من الأوائل. افتكرت إن الأسوأ عدى، لحد ما جه يوم وحليم كان نازل مدرسته وهو بيفتح باب الشقة، لقينا عسكري واقف قدامنا ومعاه أمر من النيابة. قال إن جوزك الأستاذ مراد فكري رفع عليا قضية ولازم أكون موجودة في النيابة. ما كنتش فاهمة أي حاجة، جوز مين وقضية إيه؟ كنت واقفة قدام عسكري وأنا مش قادرة أستوعب. في اللحظة دي ما كانش قدامي حل غير إني أكلمها. كلمت صاحبتي المحامية وحكيت لها اللي حصل. قالت لي بهدوء، حاولت أتشبث بيه، خدي ورقة الطلاق واسبقيني على النيابة وأنا جاية وراكي. دخلت النيابة وأنا فاكرة إني داخلة أسمع سوء تفاهم هيتحل، لكن اللي سمعته كان أول مرة يمر على وداني. قالوا إن المدعو مراد فكري رافع علي قضية زنا لظهور ورقة زواج عرفي من شخص اسمه صالح محروس، وتاريخ الزواج من حوالي 3 شهور. وقفت مصدومة مش فاهمة أي حاجة، لكن اللي صدمني أكتر لما عرفت أن مراد ردني غيابي قبل تمام شهور العدة بحاجة بسيطة. ردني إيه؟ جواز عرفي إيه؟ ومين صالح ده؟ جه منين وهو فين أصلاً؟
الورقة اللي بيقولوا عليها عقد الجواز العرفي كانت قدامي، عليها توقيعي ورقم بطاقتي، لكن الاسم غريب، شخص معرفوش ولا عمري شفته، ما سمعتش عنه قبل كده. اسم ظهر فجأة على ورقة واختفى. التحريات قالت إن الشخص ده ملوش أي أثر، وكأن الورقة اتخلقت لوحدها علشان تذبحني بسكينة باردة قدام كل الناس، وأولهم ولادي. عشت أصعب أيام في حياتي، رغم إن صاحبتي والمحامية بتاعتي خرجتني بكفالة لسبب كفاية أدلة الإدانة. كنت طول الوقت بحاول أثبت براءتي، مش قدام الناس بس، لكن قدام ولادي أهم عندي. ولادي اللي كانوا أقوى مني، واللي وقفوا قدام الدنيا كلها، وكانوا جيشي الوحيد، دافعوا عن شرفي وكرامتي وسمعتي قدام أبوهم وقدام العالم كله، وقالوا إنهم مستحيل يصدقوا إني أعمل حاجة زي كده. والقضية اتحولت لجلسة محاكمة. وجات لحظة المحاكمة، وقوفي قدام أبو ولادي كان صعب. الراجل اللي اتهمني بأفظع تهمة ممكن تتقال على ست شريفة ما عندهاش غير سمعتها تعيش بيها باقي عمرها. والاتهام ده ما كانش هيصيبني أنا وبس، ده كان هيصيب ولادي كمان، وهيكون نقطة سودة في حياتهم وفي مستقبلهم كله، لولا إني قدرت أوصل للحقيقة وأظهرها قدام القاضي وقدام كل اللي كانوا حاضرين. وقفت قدام القاضي وأنا ثابتة واثقة من نفسي، وواثقة من براءتي، وواثقة من نظافة شرفي. سمع القاضي كلام محامي الأستاذ مراد، وبعدين التفت لمحاميتي وطلب منها تقديم الأدلة. ساعتها رفعت إيدي، استأذنت بالكلام، وبدأت أحكي. حكيت عن 17 سنة جواز كانوا أصعب سنين قضيتها معاه. حكيت عن القهر، عن الشك، عن بيت اتقفل عليا باسم الزوجية. حكيت عن طلاق عرفت سببه من الناس قبل ما نسمعه منه. عن تعامله معايا ومع الولاد بهمجية وقلة عقل ودين. حكيت عن راجل لما شافني قوية بعد الطلاق وقادرة أعيش وأربي ولادي من غيره، وبسبب رفض ولادي إنهم يروحوا يعيشوا معاه بسبب أسلوبه الصعب، قرر ينتقم ويشوه صورتي ويسود مستقبل ولاده لمجرد إنهم اختاروني أنا، حضن الأمان الوحيد اللي عرفوه. وقفت بكل ثقة وثبات وكملت كلامي وقلت: أنا هقدم لحضراتكم دلوقتي دليل براءتي. الشخص اللي الأستاذ مراد بيتهمني إن اتجوزت عرفي وأنا على ذمته مسافر بقاله 6 سنين في دولة عربية، ما نزلش مصر ولا مرة، لأنه متجوز ومقيم هناك مع زوجته وأولاده، والنهاردة أول مرة ينزل أجازة وموجود هنا، وحضرتك تقدر تتأكد بنفسك. القاضي أمر بدخول الأستاذ صالح محروس لقاعة المحكمة، وشاف جواز سفره واتأكد من كل كلمة قلتها. وفي اللحظة دي نطق القاضي بالحكم حكم البراءة، براءتي اللي كانت أغلى من أي وسام وأثمن من أي شهادة تفوق، رغم أني كنت واثقة منها. وحكم على مراد فكري بالسجن 7 سنين مع الشغل بتهمة تزوير العقد العرفي ومحاولة تشويه صورتي بقضية باطلة. هتسألوني طبعاً، قدرتي توصلي لصالح محروس إزاي والكل المعلومات دي عنه؟ هقول لكم، لأن الحقيقة دايماً بتسيب خيط، وأنا بفضل ربنا اللي وقف جنبي قدرت أمسكه وما سبتوش. وعلشان ربنا ما بيرضاش بالظلم، وسمع صوت دموعي وقهرتي وأنا بقول يا رب اظهر الحق. في يوم وأنا قاعدة فاتحة اللابتوب، ظهر قدامي إعلان لصفحة شركة الملاحة اللي مراد كان بيشتغل فيها، واللي أنا كمان اشتغلت فيها فترة. فاكرينها؟ وبدافع فضول بسيط ملوش أي مبرر فتحت الصفحة وبدأت أقلب في الصور والمنشورات القديمة. ومن ضمن الصور قابلتني صورة جماعية الموظفين اشتغلوا في الشركة من سنين، وفجأة شفت وش أعرفه، نفس الشخص اللي كان دخوله مكتبي سبب إني أسيب الشغل، واقف وسط مجموعة الموظفين. فتحت التعليقات، وكان من ضمنها تعليق عامل إشارة لشخص في الصورة الوحيد اللي وشه مكشر، كاتب له: والله وحشتنا يا عم صالح ووحشتنا أيامك، وبيعلق على ملامحه العبسة الظاهرة في الصورة.
فتحت الأكاونت اللي كان معمول له الإشارة، وساعتها قلبي دق كأني لقيت قشة اتعلق بيها لما لقيت اسمه مكتوب قدامي، صالح محروس. هو نفس الشخص اللي مراد اتهمني إني جوزته عرفي. كلمت المحامية بتاعتي وعرفتها إني وصلت الإيميل صالح محروس، وهي دخلت اتكلمت معاه وفهمته كل حاجة عن القضية المرفوعة، وبعتت له صورة المحضر وصورة العقد العرفي اللي كان فيه كل بياناته الشخصية، وطلبت منه إنه يجي ويحضر الجلسة علشان هو الوحيد اللي بإيده يثبت براءتي. وبصراحة الراجل كان مشكور جدا وما ترددش إنه يساعدنا ويساعد نفسه طبعا، ما القضية دي هتمس سمعته وتعمل له مشكلة مع زوجته. هتسألوني طيب ليه هو بالذات؟ وهقول لكم مراد كان المسؤول عن ملفات موظفين الشركة بطبيعة وظيفته في الشركة، وصالح كان موظف في الشركة لكنه ساب الشغل قبل طلاقنا بفترة طويلة وسافر لدولة عربية واشتغل وعاش هناك. لكن لسوء حظه معظم ورقه كان لسه موجود في ملفات الشركة، ومن ضمن الورق ده صورة بطاقته، البطاقة اللي استخدمها مراد مع بياناتي علشان يسجل ورقة الجواز العرفي المزورة، وباستخدام التكنولوجيا اللي بقت بتستخدم في الشر زي ما بتستخدم في الفايدة ويمكن أكتر كمان. قدر يزور إمضتي وإمضتي أنا كمان، إمضة كان سبق واستخدمناها على ورق تعاقد الشركة. والحمد لله بعد ما ظهرت براءتي قدرت أرفع راسي قدام الدنيا كلها، وقدرت أعيش مع ولادي وأفرح بيهم وبتفوقهم وأخلاقهم. وهي دي كانت حكايتي، وهي دي رحمة ربنا اللي عمره ما بيرضى بالظلم أبدا، والحق مسيره هيظهر مهما كنا شايفين إنه صعب.